بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناتي المأكولات السريعة مع مطبخ ماما. هنعمل من نواعم العيد البيض. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. انا هعمل البيض بالقمع والمكنة. يعني العجينة سايلة شوية على المكنة بس، يعني هتتحط في التلاجة وتشتغل في المكنة عادي. ناعم جدا يا جماعة، ناعم ناعم قوي. واللي بالكاكاو ده ناعم قوي، عامل زي بسكوت اوريو بس ده ناعم قوي. انعم طبعا من بسكوت اوريو، انا بقول في الطعم. ده بتاع المكنة. معايا 700 جرام زبدة و50 جرام سمنة بلدي، مطلعاها من التلاجة قبليها بساعة عشان الجو محررش. لو في الصيف تطلع من التلاجة على طول تشتغلي بيها. نضرب بالمضرب ضرب جامد. هنحط السكر ونضرب بقى لحد ما اللون يبقى فاتح قوي. هنضيف السكر بتاع المقدار 250 جرام سكر. سكر بودرة منخول عشان يبقى سهل في الضرب، ما يبقاش فيه بيطلع منه سكر خشن، فيستحسن انه يبقى منخول. المقادير دي الكيلو دقيق متعددة الاستخدامات. نزل في الجوانب عشان ينضرب مع باقي المقدار، وننزل طبعا في الزبادي عشان ده من المقدار اللي بيطلع، ده بيبقى من المقدار. معايا 3 صفار بيض وبيضة كاملة. حطوا بيضة بيضة بقى، والبيضة تختفي نحط التانية. دي البيضة الكاملة نحط عليها الفانيليا. ما بنحطوش بيكنج باودر يا جماعة في البيديفور، مش اكتر من الفانيليا يعني. الدقيق طبعا كيلو دقيق منخول عليه ذرة ملح ونضيفه. نحط الجزء التاني عشان يبقى سهل في التقليب بس. نلف الدقيق في المقادير، ما مش عاجبن. هو ما فيهوش سوائل، مش هيعمل عرق ولا حاجة عشان ما فيهوش سوائل، بس يعني ايه البيدوفور بيبقى حساس شوية، يبقى نلف بس كده الدقيق في المقادير، وبيبقى العجينة سايلة شوية، بتحط في التلاجة بتجمد.
هنشتغل بتاع الأم على طول، ونحط عجينة المكنة في التلاجة. ده بقى انا عملت مقدار تاني، انا حطيت الكيلو بتاع الكيلو دقيق في التلاجة، واشتغلت في نص كيلو دقيق للكاكاو. آم، نص كيلو دقيق، المقادير هتبقى في صندوق الوصف يعني. حطيت عليهم 5 معالق كبار كاكاو، والسكر زايد عشان الكاكاو بيبقى مر شوية، وكاكاو خام. كاكاو اسباني، ما يبقاش اي كاكاو يعني، كاكاو اسباني حاجة عشان يطلع مظبوط. كل ما احتاج احط، الاقي اللون فاتح احط. هما 5 معالق. سخنت معلقة سمنة، وحطيتها في الكاكاو، بتدي لمعة في الكاكاو، للبدفورة. وده ده الفاتح، وده الغامق. الغامق ده بنص كيلو دقيق. هنا بشكل بالأم، أي شكل بقى تحبيه. بس الشكل ده حلو قوي في البدفور. وده المكنة يعني تعبي قطعة بقطعة بالراحة، وهي هتتعبى يعني تبقى كويسة. هي العجينة سايلة، بس بتبقى يعني بتمسك شوية لما تتحط في التلاجة. يعني ما تقوليش العجينة سايلة مش هتنفع في المكنة، لا هي نفعت في المكنة وحلوة قوي. تقولي سايلة وتزودي دقيق، لا ما تزوديش دقيق خالص. اشتغلي معاها بالراحة، وعبيها بمعلقة، عبيها بالراحة قطعة قطعة. المكنة هتمشي معاكي وهتبقى كويسة. وده بعد ما خرج من الفرن، لازم تخلي له لون، يعني تدخليه الفرن درجة حرارة بسيطة. انا عملته على 150. بيقعد في الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة، عشان يديكي لون حلو في الفور الفاتح، مبقاش له طعمه حلو. عملت حتى من غير القرطاس، القمع ماسكاه في ايدي، وبالعجينة على طول اشتغلت. العجينة خارجة من التلاجة طبعا. شوف لونه يا جماعة جميل جدا. خش الفرن ده بعد ما خرج من الفرن. انا بحط مع الغامق فاتح، علشان نعرف الطياب. ده بعد ما خرج. ناعم قوي يا جماعة، وجميل جميل. ده يبدو. هنزوقه بقى بشوكولاتة. بتجيبي شوكولاتة خام، وتعمليها على حمام ماء او في الميكرويف، بتفكيها في الميكرويف. انا مش بلزق بمربى، انا بلزقه بالشوكولاتة. المربى بيخلي البيضفور يندي ويطرى على طول، ما بتستحملش معاها البيضفور، ما بتستحملش مع المربى. ما تلزقوه بالشوكولاتة احلى. معايا هنا فستق وشوكولاتة فرماسيه، نوعين. او اي حاجة بقى، اي حاجة بتشكلوا انتوا على ذوقكم.
ما تنسوليش في اللايك والاشتراك. ده الشكل النهائي.